الدكتور يحيى البرمبلي، أستاذ مساعد واستشاري جراحة العظام والعمود الفقري، استشاري جراحات اعوجاج العمود الفقري، زمالة جراحة عظام الأطفال وتشوهات العمود الفقري كندا، زمالة جراحة العمود الفقري المتقدمة إنجلترا. وحوارنا مع اسم قدير، اسم متخصص في هذا العالم واكاديمي من طراز رائع جدا، واسم يعني ما شاء الله، سواء يعني شغله المميز جدا في هذه المنطقه، والتخصص بقى خلاص يعني في العالم كله، سواء في مصر او في كندا او في انجلترا، حاجه تدعو للاعجاب. فانا سعيد جدا بقبوله دعوتي، سعيد جدا بقبوله الدعوه في واحد من المواضيع اللي مش طبيه بس، احنا بنتكلم في موضوع طبي نفسي اجتماعي، طبي نفسي اجتماعي. ضيفي العزيز القيمة العلمية القديرة والاسم اللامع في هذا المجال، الأستاذ الدكتور يحيى البرمبلي، أستاذ مساعد واستشاري جراحات العظام والعمود الفقري، استشاري جراحات اعوجاج العمود الفقري، صاحب الفيلوشيب زمالة جراحات عظام الأطفال وتشوهات العمود الفقري من كندا، والفيلوشيب لجراحات العمود الفقري المتقدمة بإنجلترا، زمالة العمود الفقري جراحاته من إنجلترا. الاسم القدير، أهلا بك يا دكتور يحيى. اهلا بحضرتك. سعيد جدا بهذه الزيارة. انا اسعد. خلينا بقى نقول ان اعوجاج العمود الفقري دي تجارب انسانيه حقيقيه ورحله من التاثر النفسي عنيفه، مش اشاعات ولا كلينيكال اكزامينيشن فقط. صحيح. يعني شويه الموضوع في طبيعه امراض عندكم في العمود الفقري تحس ان هي ليها بعد نفسي واخر، غير مثلا خشونه العمود الفقري، انزلاق غضروفي بسيط داخل في العمود الفقري اللي هو بيجي في سن مش عارف ازاي. فاحكي لي الموضوع من ناحيه. بص حضرتك، هي دايما بيقولوا ايه؟ الضنا غالي. تخيل حضرتك اسره يعني كل حاجه فيها امورها ماشيه مستقره، وبعد كده فجاه اكتشفوا ان ابنهم او بنتهم بقى عندهم مرض ظهر مره واحده واثر على الديناميكيه بتاعت الاسره كلها. بعد ما كانت الطفله دي هي الحيويه والنشاط، بقت هي دلوقتي في مشكله وكل الاسره منهاره. فيعني مجرد ان هم بيعرفوا ان الموضوع ده حصل، بيبقى في نوع من انواع الاول الدينايل، ازاي وانا ما خدناش بالنا، انكار. وبعد كده بقى نيجي بعد كده للانهيار النفسي. كل الاسره حاسه يعني ان في حاجه اتخطفت منها، فهي ليها عامل نفسي انا بلاحظه جامد قوي. واول حاجه بحاول اعملها بحسس المرضى او اهاليهم ان انا سامعكم، انا بفهمكم، ان شاء الله نحل لكم المشكله، ان شاء الله نعدي منها على خير، لكن محتاجين سبورت جامد بصراحه.